عاصفة دانيال تضرب ليبيا بقوة وبيقرب لمصر. هل قوته هتضعف؟ وهل تتوقع أن مصر على وشك عاصفة ضخمة وجاية من البحر المتوسط؟ عاصفة دانيال هي عاصفة جديدة وضخمة تحمل خصائص استوائية سببت في دمار هائل في اليونان وليبيا، حيث سجلت أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح عاتية وأمواج عالية. كم يوم اللي فاتوا تعرضت اليونان لعاصفة قوية، كان في أمطار شديدة جدا وفيضانات، وده طبعا رفع منسوب المية وطلعت على الشوارع والبيوت والعمارات والعربيات غطتها. تم الإعلان عن 11 شخص مفقودين ومش عارفين إذا ماتوا ولا لسه عايشين. وصف الخبراء إن عاصفة دانيال بأنها ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه اللي نزلت خلال 24 ساعة. حصلت العاصفة تحديدا في مقاطعة على مسافة 300 كيلومتر شمال أسيوط، ومن المتوقع إن الشمال الليبي يتأثر خلال الساعات الجاية، وعشان كده تم فرض حظر التجول في ليبيا، وفعلا حصل اللي كان متوقع. ضرب إعصار دانيال المدن الليبية بقوة وأغرقت السيول والفيضانات أحياء كاملة وحصلت آلاف المنازل، وأدت الفيضانات والإعصار إلى قطع خطوط الكهرباء وقفل الطرق وتعطل الخدمات العامة والخاصة، خاصة في المدن الساحلية زي طرابلس ومصرات. عشان كده أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أجازة طرق يوم الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، وتم إغلاق 4 موانئ نفطية اللي هم رأس لانوف والزويتية والبريكة وسدرة لمدة 3 أيام. وقررت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات العامة والشركات الخاصة، وحظر التجوال يبدأ من مساء يوم السبت حتى يوم الاثنين الساعة 8 صباحا. هل يصل الإعصار إلى مصر؟ حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ووضحت إن بقايا عاصفة دانيال هتوصل لمصر في بعض المناطق الغربية زي مطروح وسيوة والسلوم والعلمين يوم الاثنين، وبعض المناطق الداخلية زي اسكندرية والقاهرة وشمال الصعيد يوم الثلاث، مصحوبة بأمطار غزيرة بعد ما فقدت معظم قوتها في ليبيا، وهيكون تأثيرها على مصر أقل. وعشان كده لازم أهالي المناطق الساحلية تحديدا ياخدوا بالهم كويس أوي ويتابعوا الإجراءات الوقائية لحمايتهم.